اتفضل. يعني الحمد لله، يعني احنا بالنسبة للسيرة الذاتية احنا أقل الناس. نعم. نسأل الله أن يبارك فيك. أهل القرآن ما تقولش أقل الناس. يعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحمد لله. نحن يا نعم. ريت نكون منهم والله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله. تكون يعني منهم إن شاء الله. تعلمنا زي ما أنت عارف الترتيب البدائية في حالنا في البلد الشيخ الحاج أحمد أبو السلوى الله يرحمه. نعم. وبعدين دول التعليم، ولما خلصت التعليم ابتدينا ان احنا لا معلش الاسم وتاريخ الميلاد مثلا الأول. الاسم حضرتك. الاسم أحمد إبراهيم أحمد دياب. تاريخ الميلاد 20/11/48. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك وفي عمرك. حضرت على الشيخ أحمد أبو السيد ووالده كمان الشيخ السيد. لا، والده كان في الآخر، في أواخر أيامه. آخر زمان. نعم. إنما هو كان هو اللي صاحب المكتب يعني. نعم. وبعدين بعد كده رحت تربية والتعليم. لا، رحت الأزهر الأول، أخذت الإعدادية الأزهرية. وبعدين والدي الله يرحمه قال أني راجل فقير وما أقدرش أكمل لك في الأزهر حبله طويلة. فوداني زراعة. وكان الله يرحمه الشيخ محمد أبو عبد الله كان ماسك سكرتير مجلس المدينة. وكان مجلس المدينة كان وقتها كان تقريبا مش عارف مين وقتها، محمود نديم أو حاجة زي كده. ممكن. المهم يعني هو الراجل توسط ودخلني. هو ساعدك من دخولك من الإعدادية الأزهرية للثانوية الزراعية. وبعدين خلصت فجبت مجموع، رحت عشان قدمت فعلا في معهد التعاون في شبرا. وبعدين هو ما رضيش. والدك؟ ما رضيش، قال لي أنا أخذت الثانوية سنة كام؟ الثانوية الزراعية؟ سنة 68. وين دخلت الجيش والله ما دخلت الجيش؟ دخلت الجيش. هو لما ما رضيش يدخلني، ما رضيش يخليني اروح المعهد. رحت واخد بعضه وطلع من شبرا على التل الكبير على طول. ايوه. رحت الجنة. جني في التجنيد لغايه سنه 71. كان هو عي وعمل عمليه، ورحت ازور وانا جايب هدوم الجيش. الدكتور قال لي يعني فكر انت ممكن تقدم وتطلع من الجيش لان ابوك مش عايز يعرف يشتغل تاني. قدمت وكشفوا عليه وبتاع، والحمد لله وطلعنا. طلعت سنة الشغل في صن حجر. بس طلعت بعد فترة يعني 71. يعني كان جربت تخلص طبيعي يعني؟ لا، خلصت زمان، ما كانش حد بيطلع. ما كانش حد بيطلع، فطلعوك عشان خاطر والدك. عشان والدي. تعينت فين قلت؟ كنت واني في الجيش تعينت في استصلاح أراضي. ولما طلعت من الجيش وزعوني على صن حجر. ضيت صن حجر بقى لغاية سنة. في جمعية زراعية هناك والله في ايه؟ لا، في قطاع إصلاح زراعي. إصلاح زراعي. مش إصلاح زراعي، استصلاح أراضي. استصلاح الأراضي. نعم، استصلاح الأراضي في صن حجر. وبعدين فضلت بقى. وبعدين فضلت فيه لغاية سنة 78. ويصرحونا ان احنا كل واحد يروح متى ما عايز يروح، لان الشركه فلست او حاجه زي كده، انحلت يعني. جيت الزراعه هنا في فوز. وانا هناك في صن حجر تزوجت، وطبعا عشت في النمرود. تزوجت سنة كام؟ سنة 75. سنة 75. من البلد؟ الزوجة من البلد يعني؟ لا، من المنيا. من المنيا. سنة 76 حبيت أنني أجرب نفسي، فسافرت العراق. أيوه. قعدت سنة هناك. يعني شفت المرة فيها ما فيش شغل. 76. قعدت سنة وجيت. جيت رحت شغل، استلمت شغلي في صن حجر. كنت واخد اجازه يعني؟ استلمت شغلي واستمريت على كده لغايه لما هم وزعونا نحل في الزراعه. ولما جيت الزراعه وزعوني، مسكوني مدير جمعيه كفر العرب.
استمرت فيها لغاية 86. وانتهيت من 86 دخلت الإدارة، لأن في الإدارة لغاية لما طلعت معاش. في خلال الفترة دي حسيت إن أني يعني القرآن بالنسبة لي بقى يعني مراجعة بسيطة. صعوبة. براجع مراجعة بسيطة. أيوه. قلت لا، ما عادش الدنيا بتشتغل على الآخرة، وخاصة إن كان برضه في بعض الشباب كان بيموت، ويعني حطيت في اعتباري ممكن أموت في أي لحظة في أي لحظة. فتمسكت بالقرآن وعدت للمراجعة تاني يعني. عدت للمراجعة وابتديت نعم. إنني نعم. فتحت كتاب في البلد. ما شاء الله ما شاء الله. ولما الله يرحمه الشيخ أسامة سليمان عرض علي أنني أمسك جامعة فوز، ابتديت أنني أجي وأحفظ فوز. وسبت تحفيظ البلد، لأن البلد كان يعني في شوية جزء من الإهمال شوية. كان في عدد كبير من هناك من المحافظين. هنا أحسن طبعا ومحتاجين هنا يعني. ابتديت أنني أخذ التجربة هنا، وكان في سنة 93 قدمت على الأزهر أنني عايز أفتح كتاب رسمي يعني. خلوني امتحنوني في مصر، وادوني ترخيص بفتح كتاب. كويس. فتحت كتاب الأول كان في المنبوط، وبعدين لما جيت فوز فنقلت في نقلت في جامع الساحة شوية، ورجعت في دار تحفيظ جنب الساحة كده اسمها زين البيان، مساكتها من 2000 ل 2014. فيها مسجد برضه دي والله. دار تحفيظ خاصة. تحفيظ خاص. دار البيان بتاع زين البيان. زين البيان. هي دي عبارة عن ايه؟ شركة؟ لا مش شركة، هي دار تحفيظ. دار تحفيظ سميتها انت كده؟ سميتوها كده او سموها الناس كده يعني؟ هم سموها اصحابها يعني. لأن في لغاية 2014 حصل ظروف كده، فانتقلت عند قدام أمين فهمي برضو في دور تاني في المسجد. مدرسة برضو تحفيظ قرآن. تحفيظ قرآن في المسجد فوق الدور، في الدور الثاني خاص يعني، خاص بالتحفيظ يعني. والحمد لله نشكر الله، احنا متمسكين بالقرآن لغاية لما خلفت أول أولادك مين من أولادك؟ سنة أول أولادي محمد إمام خطيب بالوقت. سنة كام؟ محمد مواليد 76. وبعده تامر مدرس في الأزهر حاليا مواليد 78. وبعد منه هيثم واخد علوم، يعني ماشي في الدروس وحاجة زي كده. ده مواليد 83. 83 واخد كلية علوم. ما شاء الله. علوم أزهر، كلهم أزهر يعني. ربنا يبارك لك فيهم جميعا. وبعدين بس واستمر الحال حتى الآن. طبعا ربنا يبارك لك فيهم. مسكت الجامعة هنا من سنة 2000. سنة 2000. مسكت الجامعة ده بس مرة سنة 2000. في 2003 كان في واحد من اسكندرية دكتور، فكان بيزور ناس هنا في فوز، فإجا صلى العشاء هنا، فقال لي معاه، قال له الشيخ ده مش ممكن يجي يصلي بنا تراويح في رمضان في ألمانيا؟ قال له اسأله. قال لي تروح؟ قلت له ماشي. سافرت سنة، وبعدين سنة كام؟ سنة 2003. سافرت ألمانيا. في أي مدينة رحت هناك؟ في ميونخ. ما شاء الله ما شاء الله. كويس. قعدت سنة هناك؟ والله رمضان يعني. بس رمضان بس. وجيت واستمرت على هنا. اللي جت سنة لي دعوة من هناك، فاللي هنا قال لك لا ما تمشيش، واحنا بالك أولادك وحاجة كده. فقلت ماشي مش مشكلة. رب
مصر هو رب ألمانيا ورب الكل. وصار رب الجميع. نعم. ما حاولتش في السنين دي كلها، ما حاولتش تروح تاني يعني؟ لا ما حاولتش يعني، على اعتبار إنني مش السن ما عادش برضه. ايه رايك في المانيا يعني، في ميونخ يعني؟ والله الناس اللي هناك كان في مسجد أولا كان في مسجد هناك، والله في مسجد مسجد كبير كده يعني، ولا كبير، ايه؟ مسجد آه. كبير. بعيد عن ميدان مريم، لا، في ميدان مريم هناك، كان في ميدان لا، مريم بعيد عنه. بعيد عنه. نعم. نعم. بس استمرينا لغاية لما في هنا في العطار حتى الآن. نعم. نحن نشكر فضل يعني. ربنا يبارك فيك وينفع بك ان شاء الله. انت علم من اعلام مسجد العطار الفقوس يعني. لا احنا اقل الناس. نسال الله ان يبارك فيك يا سيدي، جزاك الله خير. بس لا معلش ما تقولش اقل، ولا لا احنا هو اقل يعني. من نعطي القران وظن احدا انه يعطيه اكثر منه فقد يعني. ايوه بس نعم. احنا معلش التواضع. نعم، من تواضع انك تقول كده، لكن لا، لما الانسان يعطي القران دي منزله لا تقدر ولا لا تساوي الدنيا كلها على بحذافيرها يعني. الحمد لله. بارك الله فيك يا سيدي، ونسال الله ان ونحن في هذا اليوم، يوم الجمعه. النهارده الجمعه كم لحظه؟ النهارده الجمعه، ونحن في مسجد العطار، قبل صلاه الجمعه مع فضيلة الشيخ أحمد دياب، في هذا اليوم 10 مايو 2024 الموافق 2 ذو القعدة 1445. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام ورحمة الله وبركاته.